الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقف في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل مع أول درس من دروس رمضان المبارك بعنوان كيف تستمتع برمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أخرجه الإمام أحمد. أخي الحبيب، شهر أتاه الله عز وجل من الفضائل ما لم تكن في غيره من الشهور. إذا أردت أن تستمتع برمضان وتدخل جنته المباركة، عليك أن تمر فوق 5 محطات، كل محطة تستدعي الأخرى. المحطة الأولى في الثلث الأول من الليل. أخي في الله، تذكر آخر صلاة صليتها من شعبان. هل رفعت بعدها بصرك إلى السماء وتأملت في هذه السماء الواسعة الشاسعة بلونها الزرقاء، وقد زينت بمصابيح بالغة البهاء وهلال قد تلألأ في الفضاء؟ فإن لم تكن فعلت فارفع الآن بصرك إلى السماء لترى هلال أول رمضان، وادعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا رأى الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ثم صل العشاء وصلاة التراويح، واستشعر معاني الآيات التي تقرأها أو تسمعها، فإنك ستجد بإذن الله تعالى لذة الإيمان ومتعة الإسلام التي لم تعشها من قبل. أما المحطة الثانية من محطات هذا الشهر الكريم، في كل يوم في الثلث الأخير من الليل. وما أدراك ما الثلث الأخير من الليل؟ قم قبل الفجر بساعة أخي الحبيب وتسحر، فإن في السحور بركة. ثم توضأ وضوءك للصلاة وصلي ركعتين لله عز وجل، لا تحدث فيهما نفسك. ثم ارفع يديك بخشوع كبير كبير كبير، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ولا يشبه أحدا من خلقه، فيقول ربنا عز وجل: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ عبد الله، أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء لنفسك في الثلث الأخير من الليل ولإخوانك وللمؤمنين والمؤمنات، وألح على الله عز وجل، فإن أبواب الله مفتوحة. فإذا شعرت أن الله عز وجل قد استجاب دعائك، فإنك ستشعر براحة في قلبك لم تشعر بها في حياتك من قبل، وأنت تناجي ربك. ثم صل الفجر مع المسلمين. المحطة الثالثة من محطات هذا الشهر الكريم كل يوم عند الضحى. هذا الوقت الطيب، هذا الوقت الذي غافل عنه الكثير من الناس، حين تشتد حرارة الشمس وقبل الزوال. عليك بصلاة الأوابين، صلاة الضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك كله أن تصلي ركعتين الضحى أو ركعتي الضحى كما قال صلى الله عليه وسلم.
اعلم أخي الحبيب أن في جسمك كله 360 مفصل متحرك، مفاصل متحركة في جسمك تعدل 360 مفصل. لو شاء الله عز وجل لهذه المفاصل لما تحركت ولكانت ساكنة، فيصبح الإنسان بعد ذلك كخشبة لا حراك فيها ولا نفع يرجى منها. إذن بهذه المفاصل التي أعطاك الله عز وجل تستطيع القيام وتستطيع الجلوس وتستطيع النوم وتستطيع العمل وتستطيع القراءة وتستطيع قضاء مصالحك كلها. إذن حب الله استشعر هذه النعمة العظيمة التي أعطاك الله عز وجل. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويكون شكر هذه المفاصل التي أعطاك الله عز وجل بالتسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويجزئ من ذلك كله أن تصلي ركعتي الضحى قبل الزوال كل يوم، فيحفظك الله عز وجل في مفاصلك ويحفظ صحتك سبحانه وتعالى. أما المحطة الرابعة من محطات هذا الشهر الكريم: كل يوم بعد الزوال اعطي لنفسك قسطا من الراحة، فإنها تحتاج إلى الراحة بعد التعب. قال صلى الله عليه وسلم: ولنفسك عليك حقا. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. هل جربت هذا من قبل أخي الحبيب؟ لا شك أنك جربت. إذا أخذت قسطا من الراحة بعد الزوال فإنك سوف تستيقظ وأنت نشيط النفس، طيب النفس كذلك، وتشعر براحة نفسية كبيرة وتستطيع أن تستمتع بباقي يومك في هذا الشهر الكريم. أما المحطة الخامسة من محطات هذا الشهر كل يوم: من العصر إلى الغروب صل العصر مع المسلمين، ثم اقرأ جزءا من القرآن، ثم أخرج وسر في أرض الله الواسعة، تفكر في الجبال وانظر في البحار وانظر في عباد الله وهم يقضون مصالحهم، فإنك سوف تشعر براحة كبيرة وأنت تتنفس الهواء العليل الطيب الجميل في مساء رمضان المبارك. وأنت أيتها الأخت الكريمة اعمدي إلى مطبخك وأعد فطور العائلة واستشعري أجرا من الله عز وجل. اعلمي أن لك أجر من فطرت من عائلتك كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. أجر عظيم تناله المرأة في بيتها وهي تحضر الفطور للعائلة. إذا استشعري أيتها الأخت هذه المعاني الجليلة فستجدين راحة نفسية كبيرة وسوف تستمتعي برمضان الكريم. ثم ادعو الله عز وجل عند فطرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ادعو الله عز وجل ما أهمك من أمر دينك ودنياك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب لك لأنه قد وعدنا بالإجابة، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا شك أنك سوف تفرح إذا فطرت وتناولت الأكل والشرب، لابد أنك تفرح بذلك وتسعد بعد نهار طويل وبعد صبر كبير، لابد أنك تفرح بذلك وتسعد. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتين: إذا أفطر فرح وإذا لقي الله عز وجل فرح. وبهذا نكون قد استوفينا الوقوف عند هذه المحطات كلها من محطات رمضان المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا
وأن يمتعنا بأيامه المباركات ولياليه الزاهرات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى حلقة أخرى من حلقات هذا الشهر الكريم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.